بسم الله. لو فاكر إن نتيجة فوز الأهلي بنتيجة 4-2 على النادي المصري في الدوري المصري ومواصلته وضغطه على نادي بيراميدز، واللي إن شاء الله هنحقق الدوري في نهاية الموسم، هيخلّينا ننسى الأداء اللي أنت عملته يا رامي أنت وياسر في أول 5، 10 دقايق في المباراة. أنتم عملتوا أداء غريب جدًا. يا جماعة الخير ثنائية ياسر ورامي دي مستحيلة. رامي قصاد مع مدافع قوي فهو مدافع كويس، ياسر مع مدافع قوي هو مدافع كويس، لكن رامي ربيعة مع ياسر والاتنين ينزلوا في مباراة واحدة هتشوف كوارث زي اللي شفناها في الماتش ده. ياسر ورامي ربيعة للأمانة في أول 5 دقايق عملوا كل الأخطاء الدفاعية الكارثية. ياسر في كورة الهدف الأول اللي جابه صلاح محسن، إيه التغطية دي يا أسطورة؟ إيه يا حبيبي إيه التغطية دي؟ تغطية سيئة جدًا، تغطية وحشة جدًا، كان سرحان تقريبًا لسه ما نزلش الماتش ولسه بيفكر في حاجة تانية، كان بعيد تمامًا، تمامًا ياسر. فكرة ثنائية ياسر وربيعة دي مستحيلة يا جماعة. تغييرة المباراة هي تغييرة العِش، العِش لمّا نزل مكان ربيعة، ربيعة لمّا اتصاب ألف سلامة عليه، لمّا اتصاب ونزل العِش هي دي اللي قلبت، هي دي اللي قلبت المباراة، هي دي. الولد نزل بُص ثبّت ياسر على خلّى ياسر يقف على رجله. ياسر مع مدافع قوي أو مدافع مش قوي، مدافع بس بيعرف يدافع، والعِش الولد ده لازم الأهلي يشتري عقده، الولد ده ممتاز جدًا وكل ما بينزل بيثبت نفسه كل مرّة عن التانية. مصطفى العِش هي بُص اللقطة اللي غيّرت شكل دفاع الأهلي، شكل دفاع الأهلي كان سيء جدًا مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم، لمّا نزل العِش ضبط ياسر إبراهيم والدنيا بقت أحسن والأهلي شُفنا الطوفان الهجومي اللي حصل، وحتى لمّا كان بييجي عليك هجمات مرتدة لأ كانت إحنا واقفين على رجلينا، الدنيا كانت أحسن، الدنيا كانت تمام. في نقطة كمان عايزين نتكلم عليها في المباراة، بغض النظر عن الفوز وإن إحنا زوّدنا رصيدنا وضغطنا على بيراميدز أكتر وأكتر، الVAR يا جماعة هو الVAR ما بيشتغلش إلا على الهجمات بتاعة الأهلي، أول ما الأهلي يجيب هدف وفيه شك 1% لازم أرجع للVAR. طب أنت شُفت الكورة بتاعة مروان عطية؟ مروان عطية إيبوكا دخل كان هيكسر له القصبة، طب فين الVAR يا جماعة؟ والVAR ليه ما اتدخلش في حاجة زي دي؟ والVAR ليه ما ناقشش وما رجعش الحكم عشان ييجي يشوفها؟ دي كارت أحمر. اللقطة كارثية يا جماعة، إيه اللقطة دي؟ ده الواد كان هيقطم له رجله ولا الهوا، ولا الهوا، ولا الVAR راجع ولا أي حاجة. فهي دي نقطة الVAR. في نقطة تانية كمان نتكلم عليها يا جماعة، مروان عطية من وقت ما كولر مشي وهو مروان عطية نسخة تانية، مروان عطية واحد تاني خالص، الله أكبر عليه ربنا يحميه. ضغط وتمرير إيه مش أي تمرير، هو بس مش بياخد الكرة ويمررها، لأ ده بيعمل تمريرات للخط الهجومي روعة الروعة. مروان بجد أنت بتقدّم أداء ولا أروع من وقت ما كولر مشي. الراجل ده فيه حاجة غريبة وفي نقطة لازم نتكلم عليها، بغض النظر عن تعليمات كابتن عماد النحاس الفنية واللي ظاهرة على اللعيبة، بس انساها دلوقتي. شايف إمكانيات لعيبتك؟ شايف إمكانيات اللعيبة اللي كانت بتدافع في الماتشات الأخيرة؟ دي إمكانيات اللعيبة اللي كانت بتدافع قدام صن داونز على ملعبها على ملعبنا واللي خرجنا منها بالبطولة. الواحد كل ما يفتكر يعني ما هي نفس الquality، نفس quality لعيبتك، يبقى العيب في المدرب. يبقى العيب فيك أنت، أنت اللي كنت عامل مشاكل وأنت اللي كنت بتلعب بطريقة دفاعية وأنت اللي كنت مدرب جبان، بغض النظر بقى خلاص هو الراجل راح واللي كان، لكن إحنا بنتكلم إمكانيات اللعيبة، مثلث الرعب اللي بقى ما بين وسام وأشرف وإمام، الله أكبر على ال3. في مثلث رعب، مثلث رعب، رعب، رعب بمعنى رعب. المثلث ده بس ياخد شوية أكتر وأشرف يرجع للياقته البدنية 100% مع كمان الصفقات اللي هتيجي لك، صفقات بقى تريزيجيه في أنت داخل على عايز الأهلي دايمًا يلعب كده، دخل فيك جول ردّيته ب4، يخش فيك 2 تجيب 5، هو دي طريقة الأهلي الجديدة. صفقاتك اللي موجودة دي quality اللعيبة اللي عندك ده لازم يخلّيك جعان طول الوقت، جعان بإنك دخل فيك واحد تجيب 2 و3 و4 وتنزل الشوط التاني مثلًا متقدم الشوط الأولاني 3 تنزل الشوط التاني تهاجم أكتر، تولّع الملعب، تخلّي لعيبتك دايمًا تضغط. واللي يتعب يتبدل، معاك 5 تبديلات، بدِّل ونزِّل لعيبتك وخلّيهم يصحصحوا ويفوقوا. النهارده اتأخرت التبديلات شوية فقفشة والشحات وجراديشار ما دخلوش في المباراة، بس ما علينا خلاص المكسب مهم، وأداء الفريق كان كويس. كابتن محمد الشناوي، هو أنت لازم تعمل لقطة؟ يا أخي الماتش ماشي حلو والدنيا حلوة وهنشكّر في اللعيبة والأداء إيه ده؟ أنت فين في في الهدف التاني ده؟ إيه يا عم الحاج؟ إيه ده؟ طب اعمل محاولة، طب نُط على الكورة وما تجيش وتدخل فيك، باقول خلاص والله عمل اللي عليه
وطار وفرد نفسه وما عرفش يجيبها، مع انه طول قد كده بس ما عرفش يجيبها وخلاص. لكن انت ليه بتقف اللي هو بتقوم نطط كده، واللي هو يعني ايه الحركه دي يا عمي؟ افرد جسمك وطير عليها هتجيبها، انت حارس كويس هتجيبها. لكن ما تقفش معايا كانك قاعد معايا على الكنبه وبنتفرج على ماتش مع بعض. لا انت بتلعب كابتن، انت بتلعب. اعمل محاوله على الكوره، حتى محاوله، اعمل محاوله على الكوره. بغض النظر، مبروك للنادي الاهلي. الاهلي النهارده حقق نتيجه كويسه جدا. فكره انك تتاخر في اول دقائق المباراه بهدف ده وانك ترجع باربعه، لا واربعه ايه، واربعه مع الرأفه. انت لو كنت بس ركزت كمان شويه كنت ممكن المباراه تطلع منك اعلى من كده بكتير. وده اللي احنا بنتكلم عليه، الدوري ده يا جماعه ممكن يتحسب بهدف، فرق هدف. فانت لازم تكون مركز. في الدقيقه 39 في المباراه احنا عايزين بقى نتكلم ان احنا يعني ايه فكره ان الكوره اللي جه منها الهدف الاول بتاع صلاح محسن، ودي جت في الدقيقه 5. الكوره دي قررت 3 مرات، وجت في الثالثه كانت ثابته فعليا. عرضيه برضو من ناحيه الشمال، والدفاع يسرح، اول كوره جت في الثواني الاولى اللي هي الدقيقه 39، وصلاح محسن حطها في القايم. طب يا جماعه نفكر، ندي نفسنا مخ. يعني خلاص بقى عرفنا ان في ثغره هنا، نركز. قلبين الدفاع يركزوا، الباك الشمال يضغط قبل ما الكره تترفع، يضغط اكتر اللي هو كوكا. ياسر وربيع يتكلموا بعض عشان يكون في تفاهم. لكن الهدف اللي جه في الدقيقه 5 ده يعني ايه؟ هو كومبو اخطاء دفاعيه من ناحيه الشمال، ان ما تضغطش على اللاعب اللي رفع، ومن ناحيه التغطيه السيئه جدا من ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم سرح، ياسر ابراهيم كان سرحان. طبعا انت اللي بتلعب جنبك رامي ربيعه، فدي كارثه يعني. فكان هدف كان شكله وحش على خط دفاع الاهلي، وده اللي انت بص اتقبضت كده، عارف اللي هو واحنا رايحين في السيناريو ده ونتعادل او نخسر، ولسه بقى اللي هنقول خلاص وهزيمه بيراميدز دي ما حصل من فاركو، ما لهاش اي اهميه، خلاص الموضوع انتهى. بس الاهلي الحمد لله قدم اداء، بص يعني ايه، خلينا نتنفس بعد كده. بتيجي هي التغييره بقى اللي احنا بنتكلم عليها، التغييره اللي قلبت المباراه، هي تغييره ربيعه الف سلامه عليه. بعد ما اتصاب نزل العش، وده ظبط دفاع الاهلي. دفاع الاهلي من وقتها هي دي نقطه التغيير بقى. التغيير اللي بص قلبت المباراه بالتغييره دي. بعدين بعد وقت دخول العش خلاص الاهلي بدا يسيطر هجوميا، والاهلي بدا يضغط وانه عايز يجيب هدف التعادل، وخلاص الاهلي بقى شكله احسن. الاطراف بدات تضغط. مروان عطيه الله اكبر عليك يا ابني، كان في نص الملعب، بص قاطع اي كوره موجود فيها، بيستلم ويباص. كان اداؤه ممتاز النهارده مروان عطيه. في الدقيقه 35 هدف التعادل لامام عاشور جت من جمله روعه الروعه. جمله كانت ممتازه جدا، جمله ما بين لعيبه الاهلي، باص باص باص، وصلت في الاخر لوسام ابو علي ناحيه اليمين، بياخد الكوره ويحجز عليها. وسام انت كواليتي مختلف. لما كنا بنقول انت الفتره الاخيره انت فين يا وسام، انت ليه ما بتعملش كويس، انت ليه ما بترجعش لمستواك، ده كان ضغط من الجماهير عشان انت عندك كتير ولازم هتفيد النادي الاهلي. احنا محتاجين وسام بقى، وسام بتاع النهارده، ولسه عنده احسن كمان. وسام في الكوره دي بياخد الكوره ويحضن ويعملها عرضيه لاي حد جاي كان هيجيبها جول، وتوصل الحمد لله لامام عاشور. امام عاشور على طول لمسه واحده يحطها في الجول بالهدف التعادل للنادي الاهلي. وده اللي خلى لعيبه الاهلي تلعب باريحيه. خلاص انا جبت جول التعادل، اموري تمام، هبدا اضغط تاني وهكمل الضغط. ودي احسن حاجه في طريقه لعب عماد النحاس من وقت ما مسك الاهلي بعد كولر، ان هو ما بيوقفش. اللعيبه دايما بتضغط، اللعيبه دايما عندها تعليمات ان هي تواصل الضغط حتى لو انت كسبان كام. استمر في الضغط، كمل في الضغط. ودي طريقه كويسه جدا ومناسبه مع لعيبتك. يعني لعيبتك اللي معاك دلوقتي، كواليتي اللعيبه اللي معاك وعدد اللعيبه اللي معاك وجودتهم، لا تديك الحق انك تعمل ده، تضغط كمان وكمان وكمان. ونفس ما قلنا، حسيت ان الريتم بيقع وان اللعيبه مش قادره، عندك بره فريق تاني، فبالتالي تنزل كمان. بتيجي بقى في الدقيقه 42 عرضيه، محمد هاني عمل عرضيه يعني ايه ولا في الخيال. محمد هاني واحد تاني بقى. ايه العرضيه دي يا هاني؟ عرضيه مسطره على دماغ وسام ابو علي. وسام ابو علي بتبص راسه، الله اكبر، تسديده بوم، قنبله دخلت الجول. بس الحكم لسبب لا يعلمه الا الله حسب الكره دي اوفسايد في البدايه خالص، في بدايه الهجمه دي، في كوره ناحيه الشمال ناحيه اشرف بن شرقي ومعاه طاهر. معرفش هو حسبها على اساس ايه، هل حسبها ان كان في تدخل على اللاعب بتاع المصري
فده يعتبر ان هو لا كان تسلل، فالكره ما تفهمش، هي في حركه كده، والفار على طول تعالى لي بسرعه الحق، يعني في حاجه ممكن ضد الاهلي تعالى. المهم ما علينا، الكره دي ما اتحسبتش، مع انه كان جول حلو قوي قوي. لازم نتكلم ان محمد هاني عمل عرضيه ممتازه. هاني لو تركز تعمل عرضيات بالشكل ده والله العظيم هنحبك اكتر، هنحبك اكتر بكتير كمان. لكن الاهلي بقى بعديها على طول في الدقيقه 47 بعديها بخمس دقائق، الاهلي ما طولش يعني حتى في وقت الفار بقى وتاخد وقت في الوقت ده. اللي بعديها على طول كره من ناحيه الشمال، كوكا بيعمل عرضيه، جد طبعا ربنا يخليه لينا، الكره وقعت من ايده على طول، طاهر محمد طاهر بيكملها في الجول ويجيب الهدف الثالث للنادي الاهلي، الهدف الثاني يا ربي للنادي الاهلي. ومن هنا بقى خلاص انت عرفت ان المباراه رايحه لك، خلاص نفسيه لعيبه المصري وقعت في الارض، خلاص ما عادش عندهم حاجه يعملوها، خلاص هم حسوا ان انا كنت متقدم 1-0 دلوقتي انا متاخر 2-1. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انا مش عارف اعمل ايه. الامور بدات تهرب من لعيبه المصري، حتى انيس بوجلبان بره على الدكه تحس ان هو خلاص بقى في قطع تواصل ما بينه وبين اللعيبه. فالاهلي عرف يلجم لعيبه المصري وعرف يرجع تاني للمباراه، ودي من ضمن برضه امتيازات الاهلي في الفتره الحاليه، ايجابيات كتيره جدا مع الاهلي خلال الفتره الاخيره، ان هو قادر يرجع للمباراه، بتتاخر 1-0 ترجع كمان، بتعرف تجيب وبتعرف توصل هجوم وتضغط ولاعيبتك ما بترجعش، وده حلو قوي قوي من كابتن عماد النحاس. بعد كده الاهلي تقريبا خلاص الشوط الاول بينتهي، الاهلي بيكون كسبان 2-1، الامور بتكون تمام، الاهلي حلو. اللي احنا كنا عايزينه بقى الشوط الثاني الاهلي يكمل ضغط، ما ترجعش ما تقولش انا كسبان فارجع، لا الاهلي نزل الشوط الثاني فعليا بدا يضغط، وخلاص فعليا الاهلي دي طريقه لعبه وده اللي هيناسبه، بان هو انا هفضل ضاغط على الخصم، هفضل ضاغط طول الوقت بحيث ان هو ما يقدرش يجي لك وما يقدرش يحاول يشكل عليك خطوره اكتر على دفاعك. بتيجي في الدقيقه 53 بيستلم اشرف بن شرقي استلامه روعه من ناحيه الشمال. اشرف بن شرقي يا جماعه لو رجع بس لمستواه اللي هو 100% هيقدم لنا اداء مختلف تماما. اشرف بن شرقي الكره دي استلمها وبعد كده عمل فينت ورجع تاني وقام بالكعب مديها لطاهر محمد طاهر، الكره دي اتحسبت اوفسايد، بس انا بكلمك في لمسه من اشرف بن شرقي. فعليا اشرف بن شرقي يعني ايه، في لمسات كده بتاكد لك ان اللاعب ده يا جماعه، لا اللاعب ده فعليا عنده كتير قوي بس نصبر عليه. هو عنده النهارده على فكره اشرف بن شرقي ان الجانب الدفاعي اللي احنا كنا بنتكلم عليه دايما ان هو ضعيف فيه، لا اشرف بن شرقي النهارده كان بيدافع كويس، لا كان بيرجع وكان بيدافع وكان واقف كويس. لا النهارده اشرف بن شرقي سامع الكلام، سامع كلام مدربه، سامع كلام الاعلام، بيرجع يعمل واجباته الدفاعيه، ده شيء يحسب لاشرف بن شرقي الصراحه النهارده. في الدقيقه 57 وسام ابو علي، تحيه لوسام ابو علي، تحيه ليك يا ابني، ايه يا ابني اللعب ده، ايه الفاول العظيم ده، فاول يدرس فعلا. وسام ابو علي بدا واحده واحده يرجع لمستواه تاني، هدف ولا اروع، بيشوطها في زاويه جاد اللي هو ما يعرفش يعمل معاها حاجه، الكره رايحه لفه وقويه جدا. وسام لاعب بجد مميز جدا في الاهلي، لاعب لو بدا رجله ترجع تاني للملعب وبدا يشيل من دماغه اي افكار بقى، ان فكره ان انا جالي صفقات، جالي عروض، جالي كذا جالي كذا، وركز في الملعب وربنا يبعد عنه الاصابات يا رب، يبعد عن كل اللعيبه الاصابات، هيكون فارق كبير جدا مع النادي الاهلي خلال البطولات اللي جايه، وخصوصا في بطوله كاس العالم بتاعت الانديه دي. وسام ابو علي عنصر مهم جدا 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 جدا، وفكره ان انت عماد النحاس بدا يرجعه واحده واحده ويديله الثقه وهو بدا يسجل في كل مباراه، فده شيء يحسب له، شيء يحسب له لكابتن عماد النحاس انه يرجع وسام ابو علي ويرجع بعض اللعيبه زي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. لا في احسن في احسن في احسن، في تحسن في اداء النادي الاهلي، وفي لمسات فنيه واضحه جدا، ومن اهمها ان الاهلي بيفضل ضاغط طول 90 دقيقه ما بيرجعش. الاهلي بعد كده بيقدم طوفان هجومي، خلص من بعد الهدف بتاع وسام ده خلاص الاهلي بقى مسيطر طول العرض، بقى بيعمل هجمات على طول، هجمات مرتده، ضاغط من الاطراف ومن العمق، الاهلي كان بيشكل خطوره كبيره جدا على المصري. في الدقيقه 75 امام عاشور، وتاني مره امام عاشور، وتالت مره امام عاشور. امام عاشور لاعب دينامو موجود في النادي الاهلي، وكابتن عماد النحاس مخليه لاعب حر، لاعب بيعمل كل حاجه هو عاوزها، لاعب في الملعب هو بيضغط ويروح ويجي ويدافع ويعمل، ومتحرك من اليمين الشمال اللي في النص. لا ولد الله اكبر عليه، من اهم لعيبه الاهلي الموجوده حاليا. الكره دي بياخدها من جوه منطقه الجزاء ويعمل فينتين ورا بعض، خلاص لعيبه المصري غصب عنها، هو مش قاصد، غصب عنها هتضرب امام عاشور، فهو ضربه جزاء للنادي الاهلي، بيدخل امام عاشور بيجيب الهدف الرابع للنادي الاهلي.
وهدف خلاص بقى اللي هو بينهي لك كل حاجه، بيخليك بياكد لك ان كل خلاص الامور بقت محسومه، الامور ما بقتش محتاجه منك اي حاجه، خلاص الاهلي ضمن المباراه. بس هنا بقى يبان النقطه السلبيه، انت ضمنت فارتحت شويه بس قللت شويه. لما قللت ايه اللي حصل؟ بدا المصري يضغط عليك، ومن اول فرصه فخر الدين اول لسه نازل كابتن الشناوي بيقول له والله العظيم ما مزعلك، اول لمسه بجول. يا كابتن محمد طير على الكوره، ابوس ايدك يا اخي، يا اخي الكوره زي دي طير عليها عشان يبقى احنا حاسين انك عملت اللي عليك. كوره زي دي بتضيع مجهود فريقك، بتضيع مجهود الفريق، وبتخلينا نقول طب انت يعني ايه اللازمه؟ ايه الداعي في كوره زي دي؟ ما بتفهمش، ما تعرفش هو دماغه فيها ايه. الكوره بيتفرج عليها زينا، وايه بقى اللي هو رايح بعد كده بيبص، انت بتبص لمين؟ انت ما عملتش تراي عليها، يعني حاول يا سيدي طير يعني روح كده نط على الكوره، ما جاتش بس حاول على الكوره، ما تمشيش ما تجريش كاني انا واحد اللي واقف في الجول ما عنديش اي خبره في حراسه المرمى. انت لازم تحاول عن كده. المهم كرة بتيجي وهدف التاني للنادي المصري، والمباراة بعد كده المصري بيبدأ يشكل عليه خطورة وقت خروج حتى كمان نزول كريم بامبو. لا بقى في خطورة على النادي الأهلي، والمصري كان بيحاول كتير بس كانت الأمور تمام. بعديها في كورة بتيجي خطر على النادي الأهلي بيصدها الشناوي، وبعد كده خلاص الأمور بتبقى إيه رايحة بقى سجال، والأهلي بيحاول يروح يضغط ويجي ويعمل. بس المباراة بتنتهي في الآخر 4-2 لصالح النادي الأهلي، في مباراة أنت كنت لازم تكسبها وما كانش ينفع تتعثر فيها، ما كانش ينفع تعادل، ما كانش ينفع خسارة، ما كانش ينفع أي حاجة، إنك لازم تكسب. المباريات اللي جايه كلها لازم تكسبها. كلمه اخيره بقى، هل جماهير او الرابطه اللي اتحلت بتاعه الاهلي فاميلي، هل انت عاجبكم شكلنا دلوقتي؟ هل انت عاجبك شكل الفريق كده وهو بيلعب من غير جمهور ومن غير روح؟ هل انت كنت هتتحمل نتيجه النهارده الاهلي لا قدر الله حصل تعثر او خساره او تعادل او ايا كان؟ انت كنت تتحمل ده سبب بقى خلافاتك الشخصيه مع حد تاني، خلافاتك مش عارف مع مين او مين؟ هل انت كنت كل ده انت كنت تتحمله؟ لا طبعا ما كنتش تتحمله، كنت هتهرب من المواجهه. فاحنا بنتكلم هنا ان جماهير الاهلي لازم تكون موجوده، لازم يكون عندك وعي اكتر من كده. فكره بقى ان انت تخش وتشتم وبعد كده تعاقب والاهلي يلعب من غير جمهور، الموضوع بايخ جدا ودمه تقيل. فانت جماهير الاهلي ان شاء الله من المباراه اللي جايه هتكون لا اللي بعدها الاهلي يكون احسن، جماهيره تكون تدخل تدعم فريقها، ما نغلطش، نبدا نكون قلبنا على قلب رجل واحد ونشجع فريقنا. الدوري ده هيتحسم بتفاصيل صغيره قوي 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 قوي، تفاصيل قد كده هتحسم الدوري ده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تيجي في مره في مباراه ونحتفل فيها بالدوري ده، لانه هيكون دوري غالي قوي. الدوري اللي يكون بعيد ده، دوري تحس ان هو خلاص انت خسرته وتاخده وتاخد الدوري ده، بس بتكون حاجه احسن من 100 دوري بعد كده، بتكون حاجه طعمها حلو كده، دوري فيه منافسه ومش عارف ايه، وقمت جايبه من زور المنافس بتاعك، بيكون حاجه حلوه قوي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المباريات اللي جايه، واشوفكم على خير. سلام.